انما حصل هجوم شديد جدا من لعيبه نادي الزمالك القدامى والمحبين لنادي الزمالك على القنوات الفضائيه وعلى السوشيال ميديا بسبب اللي حصل. من وجهه نظرهم هم ان اللي حصل ده كله اتعمل عشان النادي الاهلي يكسب. سبحان مغير الاحوال، الايام سريعه، لقينا ماتش الزمالك وبيراميدز. انا بحكم شغلي فلازم اقعد اتفرج على الماتش ده. فتابعت الماتش من اوله لاخره. فضيحه تحكيميه حاصله في اول الماتش، فضيحه تحكيميه. الونش فاكر نفسه ان هو بيعوم في حمام السباحه، بيجيب الكوره من فوق بايديه. طبعا بالنسبه للزملكاويه دي عادي خالص، دي مش ضربه جزاء يا جماعه، دي مجرد يعني ايه، اصل هو مش قصده. هتلاقي بقى ايه مبررات كتير، اصل هو مش قصده، لا دي ما كبرتش جسمه، دلالات تافهه. مفيش حد عاقل يعني يقتنع بيها. كرة واضحه وضوح الشمس للحكم على ال18 وللفار. الحكم كان واقف قدام الكوره، يعني الكوره بتتلعب والونش هو بيطلعها بايده، بلاش نقول بيطلعها بايده، جت في ايده. القانون واضح، القانون واضح، انا ماليش علاقه قصدك مش قصدك. الكوره انت ايدك كبرت حجم جسمك، الونش جايب الكوره من فوق، قصد من غير قصد ضرب الجزاء.